السلام عليكم أحبتي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وعافية. اليوم طلعت متجه إلى الأكشن هذا ماركت حال الليدل، موجود في أوروبا، في الاتحاد الأوروبي موجود. طبعا يبيع شغلات زينة، يعني لا بأس بها، مو غالية كلش مثل باقي الماركتات اللي معروفة. طبعا أنا حاليا في الباص متجه إلى الماركت موجود في السنتر. طبعا راح أصور لكم الماركت الموجود شنو بيه، وكذلك أسعاره على الدينار العراقي وعلى الليرة التركي. إن شاء الله تستمتعون ويانا بالمقطع. طبعا هنا وصلنا للأكشن. هذا هو الأكشن. طبعا يكون لونه أزرق والعلامة مالته زرقاء مكتوبة أكشن. ندخل جوا. لازم من تدخل للأكشن وياك سلة كبيرة أو سلة تسوق، يعني مستحيل تطلع بدون ما تاخذ أغراضهم حيل حلوة هنا، وخاصة واحد يكون عنده وقت فراغ فيقضي على هالأمور ويظل من ماركت الماركت. راح أعطيكم الأسعار المهمة فقط، لأن هو كوما أغراض ومستحيل أقدر كلهن أعطيكم أسعارهم بالدينار العراقي والليرة التركي، يعني من اليورو للدينار العراقي والليرة التركي. فراح أعطيكم جزء بسيط. مثل ما تلاحظون كل شيء موجود بهذا الأكشن، وكل أسعاره لا بأس بها بالنسبة لأوروبا. يعني هذه هنا الكتب والقرطاسية، يعني مستلزمات الدراسة كلها باختصار، موجود كل شيء هنا. هذا جوستيك مال بلاي أو إكس بوكس، سعره 28,000 دينار و500، وبالليرة 700. وهذه سماعات كمبيوتر سعرها 12,750 وبالليرة 313. مثل ما قلت لكم ما أقدر أنطيكم أسعار كل الأغراض اللي موجودة، لأن عدد كبير ويحتاج وقت أصمم، بس أنطيكم الشيء باختصار. بس هذه جواريب حلوة مرتبة عجبتني، سعرها بالعراقي 3,400 وبالتركي 79 ليرة. الساعة هذه عجبتني، لأن أنا ما عندي ساعة بالغرفة، ردت أخذها بس قلت خلي أنتظر بلكي أشوف أكو أحلى من عندها، والصراحة ما أخذتها. قلت بلكي شوف موديلات أحلى من عندها، وما شفت أصلا موديلات أحلى من عندها وموديلات ثانية بالأكشن. سعرها بالدينار العراقي 5,750 وبالليرة 140 ليرة تركي. هذه ساعة أصغر من عندها، سعرها بالدينار العراقي 2,500 وبالليرة 70 ليرة تركي. هذا الرف بتعاليق خشب وحديد، يعني عاديات محلوات كلش. جيت هنا ما أعرف هذا شنو، هذا البوكس يعني مال ملابس شنو ما أعرف، بس النسوان يعرفون هذا شنو البوكس. جيت صورته حتى ما أعرف سعر، يعني ما حطيت لكم سعره. هنا هذني هم ما أعرفن شنو ذني، شنو ينحط بيها شموع ما أعرف هاي ما شنو، لا هن طاسة لا هن ماعين لا هن ما عرفتهن شنو. هذه مال مفاتيح معروفة. وايد جوه صراحة لفتت انتباهي. هذه شنو تستخدم ما أعرف صراحة، يعني للحمام شنو للزينة، يمكن هاي نحط عليها ورد، هذه نحط عليها ورد. هذني صواني ما أعرف هذني شنو صراحة، يعني شغلات شوي حلوة. هاي صينية حلوة، هذه سعرها 11,000 دينار عراقي و240 ليرة. هذه الصينية هم حلوة، بيها مراية. هذه مال شاي مال قهوة مال هالسوالف ذني الفيكات، سعرها 8,500 عراقي و210 ليرة تركي. هذني أنا أحبهن، مطارات مال مي
طبعا انا اجيب البنتي وتكسرها، ما يطول عندها يومين 3 وتكسرها. هاي انا زوجتي وصتني على هذه مصفى مال تمن، سعره بالعراقي 2750 وبالتركي 70. هاي شغل فقريات، هاي لو بالعراق بربع، حاجة ربع. هاي هنا قسم الخواشيق والشفاشير والشمشات. هاي شغل مرتب، كل شي بالاكشن تلقون والله، واسعارهن حلوة. هنا الطاوات، امي تموت على الطاوات، صار عندها دارزة الطاوة الصغيرة 13,000 دينار و315 ليرة تركي، والطاوة الكبيرة 350 ليرة تركي، 14,250 دينار. يجينا على قلاية البطاطا، طبعا سعرها بالدينار العراقي 35,500 دينار عراقي، وبالليرة 877 ليرة تركي. كباسة السندويش نفس السعر، نفس سعر القلاية. هذني الخلاطات صغار سعرهن بالدينار العراقي 14 وربع وبالليرة 350. هذه ماكينة مال شاي ومال قهوة، سعرها بالعراقي 57,000 وبالليرة 1400 ليرة. وهذه خلاطة مال شوربة تستخدم للعصاير كذلك، أما مرتبات. هذه هنا قسم الصحون، طبعا أسعارهم مختلفة بس غاليات بكل صراحة وأمانة، كلش غاليات بالنسبة لأسعار العراق. يعني هذا بالعراق بلاش فلسين ونص، بس تعرفون أوروبا. هذني الدرازن حلوة مرتبات، شوف نقشاتهن حلوة بس بيهن صور، يعني ذني حرام الصور. هاي كل الفرفوري، احنا بالعراق نسميه فرفوري. هذه سعرها تقريبا 5 يورو. ملاحظة أسعارهن الأساسية يورو، أنا دا أنطيكم إياها إيش قد يساون أسعارهن على الليرة وعلى الدينار العراقي. شلون شغلات مرتبة وحلوة، يعني فشي صدق يعجب. هنا رواتبهم عالية، فأكيد ذني الأغراض يكونن غاليات لأن عندهم ضرايب، هنا دولة عايشة على الضرايب. هذا السيت مال فواكه، طبعا يكون 3 طوابق. حلو، أنا شايفه قبل على موقع اكسبريس، سعره 7,000 دينار عراقي وعلى الليرة 170. هاي البنكات الزينة والسبالة الداخلية الصغيرة، طبعا هذا 179 يورو سعره. هذه بنكات 15 يورو، شغلات حلوة. والله أنا أحتاج بنكة والله، يعني جاينا صيف قلت لكم ما عندي. شوف هذه المروحة حلوة، أول بنكة سعرها 3 يورو، يعني على الدينار العراقي 4,000 وربع، وعلى الليرة التركي 105 ليرة. بس كلش حلوة، تحط بيها مي وتدير بخاخ وهي تشتغل وحدها، يمكن على الباتريات. هاي هذه تنحط بالحدائق إنارة، طبعا هاي بالحشيش تنحط بالقاع، يعني صاحبي كان عنده منها. شوفوا الكلاب والحيوانات شلون مدللين، أكل للحيوانات
إزازين، القطط، الأرانب، أرنب، أرنوب، هذاك طير حب، بزون، قطة. هذا المسدس جبته لبنتي، وريتني ما جبته، زرفتنا. هذا مسدس مي، نقعتنا والله، نحط بالسلة راح. إني ألعاب مال أطفال، يعني مو أطفال. هنا قسم الأطفال، الألعاب مال أطفال. هذا الخنزير، أبو الزير، والدب، الباندا. طبعا ألعابهم هنا كلش غالية، يعني شوف هذا قد سعره 5 يورو، يعني تقريبا شي 7000. هذه مسابح مال الأطفال. هاي هنا قسم المخدات أو الوسادات. هاي المكياجات، المرطبات، الصوابين. أنا أخذت الصوابين. هذا شامبو نيفيا، هذا يمكن دهن نيفيا، شامبو كريم، ما أدري ما أعرف يعني. هذا الدوف، معطر جسم، شامبوات، دهون هنا، كريمات. كلها كريمات ذني. هذني الصوابين اللي أدور عليه هنا، اللوكس. طبعا أخذت 4 أنواع، ريحتهم طيبة، شميتها هنا. 75 سنت، يعني تقريبا 1000 دينار عراقي. وتقريبا 17 ليرة تركي. هذني كل الأنواع أنا أخذتها. في نوع وردي، هذا هو النوع الوردي، حلو، ريحته طيبة. عبينا السلة. هذا مقياس حرارة. مكاين الحلاقة سعرها 10 يورو، يعني 71 ليرة، 15,000 دينار أو 14 وربع. هاي 9 يورو. هذه نوعية ثانية من ماكينة، أنا عندي واحدة منها، أخذتها من هولندا. العطورات الزينة. هاي ماكينة الفير النسائية. وهذا الشسوار، مدري 20 يورو سعره. هذا شسوار، نعم. هاي العطورات الحلوة. هذا ريحته يعني شميته، ريحته لا يعني عادية. هذه بوكس كامل، ما أعرف، كل ما جسم وسوالف يعني. هذا فيرها. قلبنا على هذه، ردت أجيبها والله، نسوي بيها عصير وقلنا نضمها. سعرها 2 يورو 69 سنت.
هذا العطر يجنن هذا العطر، ريحته كلش طيبة. طبعا اللي بأوروبا انصحكم تاخذوا هذا العطر، كلش طيبة نسائي هذا العطر. وفي عطر ثاني كذلك هم ريحته طيبة، هذا هو. هذا فتشي خنفشاري، سعره 20 يورو انطعج. هنا هذه قسم الأكلات مال الأطفال. جاي أدور على المصاص، هذه طيبة ناخذها الصغيرة، سعرها 2 يورو، 1 يورو 99 سنت. هم يحطوها 1 يورو 99 سنت حتى يعني هاي طريقة تسويق، بس هو 2 يورو يعني 1 سنت. هذا المصاص اللي أدور عليه سعره 1 يورو. وهذا من المصاص، هذا هم أخذته. روح على السلة ركض. هاي الأجواس. فستق هاي كلاوات العيد. شيبس ليز سعره 2000 دينار و48 ليرة تركي. وهاي نهاية الفيديو، حبينا السلة وجينا جاي نحاسب. طبعا هذا كيس شرى، هنا ما ينطونك كاس، هنا تشتري. ذني الأغراض اللي جبتهن، جبت ممة، ببرونة على قولة السوريين، هاي الصوابين جبت. جاي احاسبهن على مود اطلع، لانه تعبت وانا اصور بالاكشن. عند الريسبشن، مو ريسبشن، محاسب، محاسب ريسبشن. وين التشيس؟ هذا التشيس تقريبا سعره يورو، لان هنا ما ينطوك اكياس، هنا تشتري تشيس. هاي الفاتورة 24 يورو تقريبا، دفعتهن وهاي طلعت اني. والتشيز الاكشن منور. ان شاء الله عجبكم الفيديو واستمتعتم. لا تبخلون علينا بالدعم والاشتراك، تعليقات الحلوة، اللايكات. هاي علامة الاكشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.